طيب بصوا بقى، علشان يعني مبدئيا كده، يعني انا اسف في كلمه ان انا دخلت مره واحده كده وما قلتش صباح الخير. صباح الخير الاول عليكم، علشان بس تفهموا وتتاكدوا ان احنا خلاص بقينا في الاخر، وان احنا بالنسبه لنا ال الاخلاق بقى والدين والتربيه والاصول والكلام ده خلاص الحمد لله ما عادش في منها. فانا جاي ببشركم دلوقتي، لانه الكلام ده حصل قدام عيني حرفيا حالا دلوقتي. المفروض ان انا بكلمكم دلوقتي وانا راجل من طنطا، حلو قوي كده. فانا بكلم دلوقتي وانا شايف الموقف ده بعيني. انا الحمد لله ما افتريتش على حد، اقسم بالله العظيم. لولا ان انا عارف ان ده ما ينفعش، وان ده ما يصحش، وانه ده مش من الاصول ولا من الاخلاق ان انا اصور حد بدون علم او من غير ما ياخد باله او الكلام ده، لان يعتبر نوع من انواع التشهير، انا كنت عملت كده. ولكن انا بقول لكم الكلام ده من واقع اللي انا شفته حالا دلوقتي بعينيا. فخلاص ما عادش دين، ما عادش فيه اخلاق، ما عادش فيه اصول، ما عادش فيه تربيه، الحمد لله. لا عاد بيه في بعد كده رجاله مستقبل بقى، ولا امهات مستقبل، ولا ابهات مستقبل، ولا مسؤوليه، ولا الكلام ده. علشان بس تعرفوا ان احنا خلاص في بدايه النهايه، وان احنا وصلنا والحمد لله لحد فين. انا مش عارف احنا هنوصل لفين تاني. ماشي. اتنين بنات اصحاب دلوقتي واقفين مع بعض، ما تفهمش 14 سنه 15 سنه، بسم الله ما شاء الله، عرايس عرايس. تمام. والمفروض ان هم مسلمات، هم محجبات بس واحده فيهم، والحمد لله. يعني مش عايز اقول شعرها مش باين من الطرحه، لا الطرحه باينه من شعرها. فاللي هو احنا لو جينا مثلا دلوقتي، انا والله 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 انا لا مركز ولا غيره، بس اللي هو الطرحه هنا، فاهمين؟ يعني الشعر ده المفروض ان هو باين، القصه نازله من هنا، القصه نازله من هنا، بسم الله ما شاء الله. والطرحه يا دوب في تلت دماغها من ورا، فاللي هي الطرحه موجوده ليه انا مش فاهم. والمفروض ان هم مسلمات، ومسلمات ومحجبات كمان. تمام. ولكن اللي حصل دلوقتي ان كل واحده فيهم والحمد لله طالعه من امتحان تقريبا ولا ايه، والمفروض كل واحده فيهم شايله ماسكه مصاصه وعماله تمص فيها. والموبايل حطوه على مرايه من بتوع عربيه من اللي مراكنين قدام المكان اللي انا موجود فيه دلوقتي، وبيصوروا بقى على تيك توك او على سناب شات، ما تعرفوش. لكن احنا حاليا دلوقتي، بس علشان ما تبقوش متضايقين او علشان ما تبقوش مستغربين وتقولوا ايه اللي احنا وصلنا له دلوقتي، واحنا وصلنا ليه لكده. يعني شوفوا بقى، دوروا، يعني ابحثوا كده ودوروا وشوفوا احنا وصلنا كده ليه وايه السبب. تمام. انا مش عارف للامانه. فعشان بس ما تستغربوش وتقولوا الرجاله حصل لها ايه، او الشباب حصل لهم ايه، البنات حصل لهم ايه، كل ده بيبتدي من جوه بيتك انت. انت لما كنتش تربي ابنك او بنتك تمام على الدين والاسلام، والمفروض انك انت زي ما بتعلم في المدرسه او بتعلم مثلا في الازهر، المفروض انك انت بتحفظ قران، والمفروض انك انت بتعلم الصح من الغلط، وبتعلم الحلال من الحرام. والله 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 اي واحد في الدنيا ايا كان هو عايش في بيئه عامله ازاي، او بمعنى اصح عايش في محيط عامل ازاي، المهم البيئه والبيت اللي هو خارج منه. تمام. انا الحمد لله ممكن اكون على فكره ساكن في مكان البيئه المحيطه بيا منيله ب 60 نيله مبدئيا. تمام. يعني ممكن يكون البيئه المحيطه بيا او المكان اللي انا ساكن فيه وحش جدا، بس الحمد لله انا خارج من بيت اصول، خارج من بيت كله ادب، وخارج من بيت الحمد لله تربيه، وابويا والحمد لله عرف يربيني على الصح والغلط وعلى الحلال والحرام من وانا صغير. حلو كده. فالحمد لله على كل حال. انا بقول لكم الكلام ده دلوقتي بناء على اللي عيني شافته. فاللي هو ما تستغربوش من اللي احنا وصلنا له، وما تستغربوش اكتر من اللي جاي بعد كده وايه اللي ممكن يحصل فيه. انا مش عارف بصراحه ايه اللي ممكن يحصل بعد كده، لان كل حاجه والحمد لله خلاص بقت على المشاع دلوقتي وقدام عينين الناس كلها وفي الشارع. في الشارع انتوا متخيلين اللي هو المفروض المثل بيقول اذا بوليتم فاستتروا. تمام. يعني انت ربنا بلاك مثلا ببلوه معينه، خلاص اعملها بقى يعني بعيد عن حد، خلي ربنا بس هو اللي شايفك، ابعدها عن حد، يعني ما تخليش الناس تشوفك. لكن انت حاليا دلوقتي مبتلى ومفضوح الاثنين مع بعض. تمام. فاللي هو انا حبيت بس اشارككم اللي انا شفته للامانه دلوقتي، وعلشان اقول لكم ما تستغربوش من اللي بيحصل، وما تستغربوش اكتر من اللي جاي، طالما اللي بيحصل ده هيفضل مسكوت عليه بس.